تستغناي عن واقي الشمس لا بهذه الوصفه تبارك الله ترجعي ما شاء الله كي عدتي كاع ما مرقتي ذاك النهار للشمس. راهي تخفف الحروق قبالو، خصوصا الطفيلات اللي كانوا في البحر يعوموا ولا كانوا في بيسين ولا في القرايه ولا الخدمه ولا اي شيء، اعتمدوا هذه الوصفه راهي تبارك الله ما تخلي بلد الشمس صراحه والله. هي تعود معتمده عندكم، خطيره خطيره. مساء الخير عليكم الطفيلات، شحالكم ياك لاباس ياك بخير؟ مبارك العيد والمسامحه. شحالكم الطفيلات؟ شو نسيتوا في ذا العيد ياك تخطى بخير على خير؟ مبارك العيد والمسامحه الطفيلات. الحمد لله تخطى رمضان بخير وعلى خير، لا فاقدين ولا مفقودين الحمد لله. وليه نرجع ان شاء الله لماسكاتنا الطبيعيه في ايامنا الطبيعيه، لاني صراحه والله في رمضان نرزح قبال على الماسكات. ما نعرف واش وحدي ولا حتى نتوما دائما نحاول نقاوم وعني نعدل الماسكات، ولكن سبحان الله ما تعود عندي كاع نتوما كاع في رمضان، ودائما نقاوم باش لا نطرح لكم فيديو في رمضان. يعني راني بالسيف راكم ولا شفتوا في قليل الفيديوهات في رمضان. هذا الحمد لله عيدنا ورجعنا لايامنا الطبيعيه، نرجع ان شاء الله لماسكاتنا الطبيعيه، خصوصا درك الحمد لله الحال دافي. يعني هذا هو فصل الماسكات، يعني ديري اي ماسك ما يخسر عليك شيء. هذا هو وقت الحنه، هذا وقت الصابونيات، هذا وقت القماجات، فاهمين؟ وحتى الدهين وكل شيء. فاكتبوا لي في التعليق اين ماسكات بغيتوني نطرح لكم ان شاء الله، واني لا رضها الله ليه نصور معكم هذه السيمانه ياسر من الماسكات تحت طلبكم بطبيعه الحال. مهم بالنسبه لهذا الفيديو صراحه هو سؤال يعني دائما يتكرر عليا في القناه، خصوصا في انستغرام. يقولوا لي الطفيلات مثلا تقول لك انا عملت ديكاباج وذاك الوقت ما حد نعمل ديكاباج، جاتني سفريه على غفله ولا قصه البحر ولا كذا ولا كذا، وهذاك ديكاباج رجع عليا لاني تكشحت في الشمس وجبرت الشمس وكذا وكذا، وهذاك ديكاباج رجع لي يعني رد لحمها ازرق، والله زاد راكبتها صدوه من ذاك ديكاباج لانه تعرض للشمس. اولا الطفيلات حد يعمل ديكاباج اخباره كاع من الشمس، هذا راهي مسألة مفروغ منها. يعني لا عتي مانك ضامنه عنك قاعده في الدار وماسه التراب ما تعاد لي ديكاباج كاع وبعدي منه، على الاقل ديري بلاصتو للحامض، على الاقل الحامض عواقبه اقل من عواقب ديكاباج، فاهمين؟ ديكاباج الله يحفظ هو الشمس راهو قد يسبب لك في حروق ياسر، فهمتوا؟ لذلك الديكاباج ولا ديال الطفيلات اللي قاعده في الدار معهم حركات معهم معدلاتش، وخالق ياسر من البدايل ديال ديكاباج اللي تقدر ديريهم في بلدو. وبالنسبه له الى عاد حرقك ديكاباج والله زاد مرقتي للشمس وما كنتي دايره كونتر سولاي لوجهك، ومنين رجعتي حسيتي عن وجهك مص الصدوه ديال الشمس، فلي نعطيك واحد الوصفه، ولكن هذه خاصك ديريها مباشره منين ترجعي للدار. يعني مرقتي ذاك المشوار، مرقتي ديك المرق على الغراضك ولا شيء وجبرتي الشمس وكذا، اين ترجعي للدار تعدلي هذه الوصفه. هذه الوصفه الطفيلات تمص ديك الصدوه ديال الشمس، يعني تخفف ديك الصدوه اللي مصيتي في برا، راكم فاهمين؟ انا ما نعرف نشرح. المهم وصفه بسيطه نحتاجوا فيها فقط مطيشه وفرينه، يعني الدقيق اللي نطيبوا به عادي ولا الدقيق الفرص. راني نعطيكم درك الطريقه هذه. طفيلات بالنسبه مولي لعتي ما تعدلي واقي الشمس، فدائما منين ترجعي للدار مباشره عدلي هذه الوصفه تغنيك تبارك الله عن واقي الشمس. ما تلتي واخا كاع ما ديريه. الطريقه عنك اللي تقبضيها نص مطيشه وديريها بحال هكا في الدقيق الطفيلات، ما هو السكر، ما هو سكر كلاصي ولا شي، الدقيق ياك اللي تعدلي كيف هاك، ولي ديري تقشير لهذيك البلاصه كامله اللي حسيتي انتي عنها راكبتها صدوه ديال الشمس. وجهك والله جسمك كامل راهي تصلح الجسم كامل، راهي ما تخسرش الطفيلات. ومطيشه معروفه عنها دائما تبرد الوجه وتخفف من حروق الشمس، راهي زينه ما شاء الله. انا اصلا دائما نعدلها في القماجات الوجهي زوينه تبارك الله، موالفه نعدلها مع السكر، ولكن هذه الطريقه بالضبط ديال الدقيق تمص
تمص الصدوة ديال الشمس بهذه الطريقه اللي تمي ديري الكوماج لوجهك وراقبتك ودوك بلايص كاملين وتحاولي تعدلي تقشير بهذه الطريقه مده دقيقتين ولا 3 ولا اللي قديتي عليه لين تحسي عن هذا الدقيق نشف. شوفوا بهذه الطريقه كيف هكا شتي وصافي لين ينشف داك الدقيق ولي تغسلي وجهك عادي جدا وتعدلي مرطب عاقبه ولا تقدي كاع ما ديريه ما تنشف الوجه. الدقيق كذلك ما يخسرش على الوجه. وصفه بسيطه يعني ما هي مكلفه حتى واعتمدوها الطفيلات لان والله لا زوينه ما تقدري تستغناي عن واقي الشمس. لا بهذه الوصفه تبارك الله ترجعي ما شاء الله كي عدتي كاع ما مرقتي ذاك النهار للشمس راهي تخفف الحروق قبالو خصوصا الطفيلات اللي كانوا في البحر يعوموا ولا كانوا في بيسين ولا في القرايه ولا الخدمه ولا اي شيء. اعتمدوا هذه الوصفه راهي تبارك الله ما تخلي بلد الشمس صراحه والله هي تعود معتمده عندكم. صافي الطفيلات هذه هي الوصفه وراكم ليه تلاحظوا واحد التفتيح مولي في البشره ديالكم ماطيشه راهي تبيض والدقيق كذلك يبيض. اما تستغربوا من الدقيق راهو اصلا يندار في الخلطات ولكن هذه الوصفه بالضبط تحتاج ماطيشه والفورس. والطفيلات جربوها حق الله وردوا عليا راهي نتائجها فوريه يعني ذاك الوقت بالضبط اللي تعودي انت دخلتي فيه من الشمس عدلي هذه الوصفه وتفقدي جوجو. الا نفعتك هذه الوصفه وعجبتك ما تنسي ديري لي لايك وتكتبي تحت في التعاليق واش جربتيها ولا ما جربتيها باش الطفيلات كاملات يستافدوا. وقولي لي مولي في التعاليق اش تبغي تشوفي في ديال القناه ان شاء الله ولي نحاول هذا الاسبوع ان شاء الله نعدل الفيديوهات كاملين اللي بغيتو وخليت لكم من راحه ومهبس.